السلام عليكم، معكم اسلام امريكا مساعدتكم. ده اسم قناتي على يوتيوب. النهارده بتكلم عن الناس اللي عندها تريد ميل اشياء كهربائيه في البيت، وبالطبع بتشتري لها بعد كل شهرين او 3 عبوة زيت سيليكون من الشركه اللي اشتريته منها التريد ميل، او من اي شركه اجهزه رياضيه اخرى. بتشتروها ب150 200 250 كحد اقصى، علشان بتفضوها تحت السير علشان ما يسخنش ويتقل وتحصل مضاعفات في التريد ميل. انا النهارده بقول لكم انتوا مش محتاجين تشتروا العبوه دي تاني بالمبلغ ده. ليه بقول لكم المبلغ ده؟ لان جايب النهارده بديل جيد جدا ليها، بديل جيد جدا للزيت ده، وبسعر بسيط جدا مفاجأة. عبوة زيت جونسون دي بتشتروها من الصيدلية ب20 جنيه، ودي عن تجارب كتير جدا. احنا مجربينها كتير جدا، انا وبعض الاصدقاء مجربينها كتير جدا، والسير ما بيسخنش وما بيتقلش، والمشاية شغالة بشكل كويس جدا. هم جربوها وقالوا لي كده، وانا جربتها كتير. بس انا اللي جربت يعني الفكرة دي بتاعتي اصلا. انا اللي جربتها الاول وعرضت وقلت لهم الفكرة دي. فهم جربوا الزيت ده وقالوا لي فعلا السير ما بيسخنش وما بيتقلش، والمشاية شغالة بشكل كويس جدا. بس فانا لما الفكرة دي الحمد لله نجحت، فقررت اعمل الفيديو ده علشان اساعدكم في انكم توفروا في مصاريف التريد ميل. لاننا طبعا كل شهر بندفع فواتير كهرباء وغاز ومية واشتراك انترنت واشتراكات تانية كتير، فده هيوفر معانا في المصاريف وهيساعدنا كتير. وما تصدقوش حد يقول لكم ان الزيت بيدخل في الموتور والموتور بيوزعه، مفيش الكلام ده. انا فكيت الكفر بتاع الموتور بتاع التريد ميل بتاعي، وهشرح لكم الفكرة دي ان الزيت ما بيعديش على الموتور خالص. بس قبل ما اشرح لكم وتشوفوا ده معايا، انا بقول لكم تاني، انا عملت الفيديو ده لمساعدتكم في انكم توفروا في المصاريف، وده بديل جيد جدا مناسب ليه. بقول لكم بنصحكم تجربوه وما تقلقوش من اي حاجة خالص. خليكم معايا اشرح لكم الفكرة بتاعت الموتور. ماشي، ده التريد ميل بتاعي، المشاية بتاعتي، والموتور هنا طبعا لما بيشتغل فبيرجع للخلف كده، ففي سير جلد رفيع هنا على الحديدة اللي عليها السير اللي احنا بنجري عليه، السير اللي احنا بنمشي عليه ده. فبالطبع الموتور لما بيرجع للخلف لورا كده، فالسير ده بيلف على الحديدة اللي عليها السير، فالسير بيرجع، السير اللي احنا بنقف عليه بيرجع للخلف كده زي ما انتم شايفين. بس فمفيش زيت بيعدي على الموتور خالص، مش عايزكم تقلقوا من كده. الفكرة هنا انكم بترفعوا السير وبتفضوا الزيت تحت منه. بس قبل ما تشوفوا ده معايا، عايز اقول لكم لو عندكم العبوة دي فاضية، الفن جابها لكم وفضها لكم، او انتم اشتريتوها وفضيتوها بنفسكم واحتفظتم بيها مرمتوهاش في الزبالة، تجيبوا عبوة زيت جونسون دي من الصيدلية وبتفكوها كده، تفكوا الغطا كده، وتفكوا الغطا بتاع عبوة زيت السيليكون الفاضية اللي عندكم، وبتفضوا زيت جونسون في عبوة زيت السيليكون الفاضية اللي عندكم كده بالطريقة دي. لما بتملوها خالص، فالعبوة دي بتاخد بالظبط نص عبوة زيت جونسون زي ما انتم شايفين. تقفلوا الغطا كده. ده لو عندكم العبوة دي احتفظتم بيها ما رميتهاش في الزبالة. لو مش عندكم هوريلكم تفضوا زيت جونسون ازاي تحت السير، بس خليكم معايا. ترفعوا السير كده، تدخلوا ايديكم جوه شوية، وبتشدوا خط رايح راجع كده، خط رايح جاي من الجهة دي ومن الجهة الأخرى أيضا الناحية التانية. بتدخلوا ايديكم جوه شوية، بتشدوا خط رايح راجع كده. تمام. لما بتفضوا العبوة دي خالص زي ما انتم شايفين. طب العبوة دي لو مش عندكم انتوا رميتوها في الزبالة، بتجيبوا عبوة زيت جونسون دي من الصيدلية وبتفضوها بنفس الطريقة. خليكم معايا. بترفعوا السير أيضا، بس أنا مش هينفع أفضي زيت جونسون تاني، لأني لسه مفضي قدامكم دلوقتي نص العبوة. فعامة يعني العبوة دي بتكفيكم لمدة 3 شهور. يعني مثلا لو هتفضوا النهاردة تحت السير من هنا، تشدوا خط رايح راجع من هنا ومن الجهة الأخرى،
لمدة بتفضوا مثلا النهاردة كده، بعد شهر ونص بتفضوا نص العبوة الآخر. فالزيت ده بيكفيكم لمدة 3 شهور، وبنصحكم تجربوه. ده عن تجارب كتير جدا، وبنصحكم تجربوه لأن ده يوفر معاكم. وبعد كده بتشغلوا التريدميل لمدة 5 دقايق علشان الزيت يتوزع تحت السير بشكل مناسب زي ما انتم شايفين معايا كده. تمام. بس فانا عملت الفيديو ده لمساعدتكم. عملت الفيديو ده لمساعدتكم علشان توفروا في مصاريف التريدميل، وشيروا الفيديو ده علشان نقدر نساعد ناس كتير جدا غيرنا في انهم يوفروا في مصاريف التريدميل. ولو الفيديو عجبكم واستفدتم منه دعموا لايك وشكرا. وانا عملت كده لمساعدتكم مش اكتر.